عاجل ورسميا ملك المغرب ورئيس الجزائر في أول لقاء لهم يعلنان تصالح البلدين ويكشفان عن قرار مفرح حول إسرائيل والحرب في غزة. فرح الشعبين المغربي والجزائري وكل الشعوب العربية قبل قليل بخبر أول لقاء دبلوماسي بين ملك المغرب محمد السادس ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون من أجل المصالحة وعودة العلاقات بين البلدين. ويذكر أن تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية مليء بالتوترات والنزاعات منذ أن نال هذا الأخير الاستقلال، ومن أبرز أسباب هذه التوترات والنزاعات هي مشاكل ترسيم الحدود الموروثة عن الاستعمار، وكذلك مشكلة قضية صحراء المغرب ودعم الجزائر لجماعات انفصالية معادية للمغرب. في المقابل تجد أن الشعبين المغربي والجزائري ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم، فلهم نفس الدين واللغة والعادات والتقاليد، خصوصا بين سكان المناطق الحدودية للبلدين. وتفاجأ وفرح كل الوطن العربي خصوصا الشعبين المغربي والجزائري بخبر نقلته مجموعة من الصحف الجزائرية والسعودية بخصوص لقاء سري بين ملك المغرب والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وقالت نفس المصادر أن هذا اللقاء الأول من نوعه بينهم، وأنه من أجل إنهاء الخلافات والمصالحة بين البلدين الجارين مع فتح الحدود وعودة العلاقات كما كانت، وأيضا من أجل التعاون في القضية الفلسطينية بسبب العدوان الإسرائيلي على فلسطين. ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن هذا الخبر بشكل رسمي من طرف الجزائر والمغرب في الساعات القادمة إن شاء الله.